بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عصام بدر وفيديو جديد كالعادة. طبعا في البداية برحب بحضراتكم جميعا، يا رب جميعا تكونوا في أفضل صحة وفي أفضل حال. ريبيرو كركب الدنيا النهاردة، كركب الدنيا. ريبيرو كشف النادي الوهمي اللي هو بتاع المبادئ والقيم. ريبيرو كشف اساطير او الاساطير بتاعت النادي الوهمي اللي هي دايما بتحاول تصدر للناس او بتحاول تفهم الناس ان هم بتوع المبادئ والقيم. ريبيرو عرى الاعلام المصري، عرى الاعلام المصري تما. النهارده فوجئنا بخبر ان ريبيرو حصل على حكم ضد النادي الاهلي، او على حكم بتغريم النادي الاهلي 588 الف دولار. طيب هنا يعني بقى الحكم بريبيرو كشفوا ناس المفروض ان دي تبقى نهايتهم بقى. المفروض ان انت سواء اعلام او ناس مسؤوله في النادي الاهلي، لا ستوب. طب واحد هيقول لي ليه نهايتهم ليه؟ هقول لك ارجع للتصريحات بتاع المركز الاعلامي. قال لك احنا فسخنا العقد بالتراضي مع ريبيرو، وحصل على الشرط الجزائي وكل حاجه على ما يرام. طيب تمام لحد كده وبس؟ لا، ارجع لعدل القيعي. قال لك اتعلموا فن الاداره من النادي الاهلي. ريبيرو جه ما كملش وقت بسيط، لو في اي نادي تاني كان طالب بقيمة العقد بتاعه. طب ايوه يا عم عدلي، عمل ايه يعني النادي الاهلي؟ قال لك اتعلموا فن الادارة. الموضوع خلصوا الاسطورة الكابتن محمود الخطيب. ايوه عمل ايه؟ قال لك خلصوا بمكالمة تليفون. ريبيرو جمعته مكالمة مع الكابتن محمود، من مكالمة تليفون واحدة شرح له الموقف. وريبيرو تفهم ان اللي بيكلمه اسطوره كرويه كبيره. وريبيرو تفهم ان النادي الاهلي ده حاجه كبيره على مستوى العالم. وريبيرو تفهم الامور دي كلها، والراجل فسخ العقد بالتراضي. طيب وقال ايه كمان؟ قال لك خد الشرط الجزائي بتاعه. طب جميل زي الفل. وقال لك المفروض الناس والانديه والعالم يتعلم فن الإدارة من النادي الأهلي. قال لك النادي الأهلي فيه عظمة إدارية بتحصل فيه. النادي الأهلي فيه جوهرة إدارية، المفروض الأندية تيجي تستفيد. قال لك في كمان نادي منافس عندنا هنا في مصر كل 15 20 يوم بيمشي مدرب. طبعا هو قصده على مين؟ على نادي الزمالك. بيمشي مدرب. مش عيب لو جم اتعلموا فن الإدارة من النادي الأهلي؟ ده كلام جميل قوي. طيب شكوى ريبيرو. ريبيرو النهارده اتحكم له او محكوم له ب 588 الف دولار. فين العظمه الاداريه بقى؟ فين الانديه اللي تيجي تتعلم من الاسطوره الوهميه؟ فين بقى الفن الاداره اللي موجود؟ كابتن شوبير ده مش عادل القيعي بس، شوبير قال لك اللي بيحصل في النادي الاهلي ده تاريخ ولابد ان يدرس. ايه هو التاريخ يا عم شوبير؟ طب قول لنا عشان احنا مش عارفين حاجه معلش. قال لك ريبيرو الراجل النهارده جمع متعلقاته من جلسه واحده، وبعدين قال لك النادي الاهلي ما خلاص ما بيجيش على حد. قعد معاه الشرط الجزائي. كلام جميل جدا. يعني خد الشرط الجزائي بتاع ابو مصطفى، يعني يا بتاع يا نسر خد الشرط الجزائي. قال لك اه خد الشرط الجزائي وخلاص وكله تمام. وكمان فسحوا الراجل ودوه الاهرامات وجابوا له تورتايه وكرموه، والدنيا جميله داخل النادي الاهلي واللعيبه ودعته. وطبعا في لعيبه بقى زعلت على ريبيرو والاحضان والحاجات اللي انتوا عارفينها والحبشتكنات دي. طبعا هما كرموا الراجل زي ما كولر اتكرم في استاد القاهره بعد ماتش سان داونز، زي ما الراجل اتكرم. طيب امال ال 588 الف دولار دول بتوع ايه بقى؟ النهارده عادل القيعي هيبرر الموقف ازاي بعد اللي قاله؟ هتبرره ازاي؟ انا مستني بقى الراجل اشوف هيبرر الموقف ازاي. ابو مصطفى هتبرر الموقف ازاي يا ابو مصطفى؟ ده انتوا قعدتوا تقولوا المفروض الانديه تيجي تتعلم فن الاداره من النادي الاهلي، تيجي تشوف العظمه الاداريه بتاع النادي الاهلي، تيجي تشوف الاسطوره اللي بيخلص كل حاجه بمكالمه التليفون. هتبررها ازاي النهارده دي بقى؟ عايز اشوفك النهارده بقى يا استاذ عدلي هتبررها ازاي؟ اقول لكم انا هيبررها ازاي. هيطلع يقول لك ايه؟ الناس اللي قاعده متربصه بالنادي الاهلي زنوا في ودان ريبيرو، لعبوا في دماغ ريبيرو عشان يشتكي النادي الاهلي. ما هم عايزين يوقعوا النادي الاهلي باي طريقه. يا سيدي الفاضل، هو مين اللي قال
ان انتوا اللي خلصتوا مع ريبيرو، مش انتوا. طب النهارده ازاي انت خلصت مع ريبيرو وازاي ريبيرو بيشتكي؟ ازاي ريبيرو حصل على حكم بتغريمك 588 الف دولار؟ الاعلام المصري الجميل اللي طلع قال لك النادي الاهلي خلص كل حاجه مع ريبيرو وخد الشرط الجزائي، ومن الواضح ان هي سكريبتات كلها بتتوزع، كلها سكريبتات يا جماعه. النهارده هتطلع السكريبت ده تقوله. المفروض ان هي قنوات محايده مع الانديه بس، انما القنوات دي شغاله متصيده لاخطاء مين؟ نادي الزمالك. طيب، وبتداري عيوب مين؟ النادي الاهلي. وبتداري اخطاء مين؟ النادي الاهلي. طب الاعلام شكلك ايه النهارده؟ كل القنوات اللي طلعت وقالت النادي الاهلي بالعظمه الاداريه بتاعته خلص كل حاجه مع ريبيرو، والراجل فسخ عقده بالتراضي ومشي والامور جميله. طب ال 588 الف دولار دول ايه؟ طب الناس اللي هتتعلم من النادي الاهلي هتتعلم منه ايه بقى؟ عادل القيع كان بيقول لك ايه؟ يجوا يتعلموا عظمه فن الاداره، يتعلموا من الاسطوره اللي خلص كل حاجه بالتليفون. نتعلم منه ايه بقى؟ قول لنا طب عشان احنا عايزين نستفاد. يا عم احنا كزملكاويه، زي ما انتوا قلتوا، انتوا كنتوا بتقولوا في نادي نادي الزمالك كل اسبوعين بيغير مدرب، فاحنا عشان عندنا الحاجات دي عايزين نتعلم ايه بقى؟ نتعلم فن الكذب، نتعلم فن الضحك على الناس، نتعلم فن النفاق. ما احنا عايزين نتعلم. طب هنتعلم ايه؟ هنتعلم العظمة في الكذب، العظمة في النفاق، العظمة في الضحك على الناس. نتعلم ايه؟ هتبررها ازاي النهارده بقى يا عدلي؟ انا عايز اعرف هتبررها ازاي النهارده؟ هتطلع هتبررها ازاي؟ ابو مصطفى هتبررها ازاي؟ هتقولوا ايه؟ الاعلام هتبرروها ازاي؟ ما تقولوا لنا عشان نتعلم يا جماعه. والله احنا عايزين نستفيد بجد. طب نستفيد منكم ازاي؟ نكذب؟ نطلع يعني نستفيد بالكذب، بالصفحات اللي انتوا بتشغلوها البوست ب 2000 جنيه، بالقنوات اللي هي شغاله بالتليفونات والسكريبتات تقول كذا تقول كذا. طب عايزين نتعلم. احنا مش كدابين، احنا ما بنكدبش وعمرنا ما هنتعلم منكم كده. لان ريبيرو النهارده عراكوا كلكم. ريبيرو كشفكم كلكم، كشف منظومه النادي الاهلي الوهميه، المنظومه اللي هي عايشه بتفهم الناس اللي هي مبادئ وقيم وهي ما تعرفش حاجه عن المبادئ والقيم. طب واحد هيجي يقول لي طب ليه الكلام اللي انت بتقوله؟ طب انت بالشكوى بتاعت ريبيرو النهارده وبتاعت التصريحات اللي قالها عادل القيع، بتاعت التصريحات اللي قالها شوبير، بتاعت التصريحات اللي قالها الاعلام المصري، الشكوى وال 588 الف دولار دول ايه؟ دول مصيرهم ايه؟ ما حدش هيفضل يكذب على طول والناس هتصدق. ولو ان الناس عارفه ان انتوا بتوع صفحات وسكريبتات، الناس عارفه كل حاجه والله. بس الشكل ايه النهارده؟ التبرير هيبقى عامل ازاي بقى؟ القيع يطلع يقول لك اعداء النادي الاهلي مش عارف يا اخي الظلم بقى مش عارف ايه، النادي الاهلي بتحارب من كل حته. النادي الاهلي اللي هو يعني اتخصم له 3 بونت بدل ما اتخصم منه 6 بونت، اتخصم منه 3 بس، واتجامل امام الناس كلها عشان ياخد لقب الدوري. الكلام ده اللي اكده الاستاذ ثروت سويلم اللي هو عضو رابطه الانديه او في لجنه المسابقات في رابطه الانديه، لما طلع في بوديكاست مع الصحفي احمد عباس. الراجل قال الكلام ده ولا انا برضو جايبه من عندي؟ قال لك النادي الاهلي خد الدوري السنه اللي فاتت بالشكل ده وشكله السنه دي هيبقى كده. طلع وقال على الهوا على الملأ نتعلم منكم ايه؟ احنا نتعلم منكم ايه؟ الكذب والنفاق والغش. ريبيرو النهارده كركب الدنيا، كركبها، خلى المنظومه الاعلاميه خلاص اتكشفت قدام الناس كلها ان هي بتهدي في نادي الزمالك وبتداري على عيوب النادي الاهلي. ده اللي حصل النهارده اهو. مش ده اللي حصل؟ دمتم اضحوك لنا. كفايه كذب وكفايه نفاق وكفايه تفهموا الناس ان انتوا المبادئ والقيم، وفي الاخر بتتكشفوا. عشان تعرفوا ان نادي الزمالك ده كبير يا جماعه، عشان تعرفوا ان نادي الزمالك ده يعني نادي الزمالك لو الفرصه بقت موجوده قدامه هياكل الاخضر واليابس. نادي الزمالك صريح، نادي الزمالك عنده ازمات عارفينهم ومقتنعين بالكلام ده ومقرين بالكلام ده ان عنده ازمات وعنده كوارث، ولكن مش بتاع نفاق، مش بتاع كذب، مش بتاع اصل الاسطوره خلص الموضوع بالتليفون اتعلموا فن الاداره. لا، نادي الزمالك مش بتاع الكلام ده. نادي الزمالك مش بتاع الكلام ده.
وعشان كده نادي الزمالك بيهدوا، سواء اعلام او نادي تاني مدلل شغال على صفقات كيديه. عمرك ما هتنجح، عمرك ما هتفلح غير بمساعده واحد زي الاخ ثروت سويلم. وباللي قاله، مش انا اللي قلت، ده هو اللي قال. هو الراجل طلع قال في بودكاست مع الصحفي احمد عباس. الراجل طلع قال لك الدوري السنه اللي فاتت خلص بالمجامله، والسنه دي شكله هيبقى كده. وبعدين طلع اعتذر. ناس الزمالك مش بتاع الكلام ده. ناس الزمالك بتحارب من كل حته، ولكن بيقدم عظمه اثناء المباريات. ليه؟ لان نادي بعرق جبينه بالكفاح، من غير كذب ومن غير نفاق ومن غير لوع. ف هنشوف الرد بقى بتاع الناس اللي كانت بتقول تتعلم مننا. هنشوف الرد هيبقى عبارة عن ايه. اشكر حضراتكم واشوف حضراتكم في فيديو جديد.